الصوت واضح إن شاء الله، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شؤون عربية، وهذا البث المباشر وحلقة تحت عنوان أحوال المسلمين في تركستان الشرقية. في البداية، كما هو الحال في الحلقة السابقة، سنأخذ لمحة سريعة حول تركستان الشرقية وأحوال المسلمين هناك، ثم بعد ذلك سنفتح باب الأسئلة للجمهور، وأيضا سنأخذ بعض الأسئلة التي إن شاء الله سوف تطرح على ضيف الحلقة الأستاذ عبد الغني ثابت، وهو صحفي مسلم مدافع عن حقوق الأويغور في تركستان الشرقية. طبعا إن شاء الله النطق يكون صحيح. نعم. اتفضل أخونا محمد، يعني أعطينا نبذة مختصرة جدا حول هذه المنطقة وهذه البلاد التي ربما أنا شخصيا لا أعرف الكثير عنها. أنا شخصيا أحيانا أرى بعض الأخبار في الصحف، ولكن كل سنة مرة، كل شهرين ثلاثة، كل أربعة. يعني آخر خبر عندما قامت السلطات المصرية بتسليم هؤلاء الطلاب اللي كانوا يدرسون في مصر للسلطات الصينية التي تطاردهم في كل مكان، وبعدها اختفت الأخبار عنهم. ولذلك نحن نقول لإخواننا نحاول قدر المستطاع إبراز هذه الأقليات المسلمة، خصوصا ما تتعرض له من اضطهاد. فاعطينا لمحة سريعة، وأنا شخصيا يعني سأترك لك المجال كاملا، لكن أهم شيء يعني إن شاء الله تعطينا لمحة مختصرة إن شاء الله بقدر المستطاع. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وكم صحابتي الكرام. أولا بداية، نتكلم جغرافيا عن منطقة تركستان الشرقية. تركستان الشرقية توجد بين عدة أقاليم أو عدة دول. ذكر هي منغوليا وروسيا والصين وكازاخستان، قرغيزستان، طاجكستان، أفغانستان، باكستان والهند وإقليم تيبت. لهذا ذكرت أقاليم، لأن إقليم تيبت أيضا يحاول الاستقلال عن الصين، وتركستان الشرقية أيضا تحاول الاستقلال عن الصين منذ سنوات، يعني منذ يعني الاحتلال الصيني لها والتنازع ما بين روسيا والصين حولها. مهم. هذا بالنسبة للتعريف الجغرافي. مهم. بالنسبة يعني للتعريف يعني التاريخي، فنجد أن قتيبة بن مسلم الباهلي كان افتتح تركستان الشرقية من بلاد فارس وخراسان، فافتتحها سنة 94 هجرية، ووصل بفتوحاته إلى كاشغر عاصمة تركستان الشرقية. ثم يعني أنشأ فيها حوالي 300 مسجد في مدينة كاشغر، ودخل الإسلام في البلاد أفواجا كثيرة. بعدها جاء يعني الاحتلال في الصيني مهم. في 1759 ميلادية. فأقام مجازر كبيرة، أكثرها يعني أكثر من مليون مسلم قتل في هذه المجازر. وفرضوا سيطرتهم يعني في 1862. وبعد ذلك قامت أيضا مجازر أخرى من لدن الصينيين أيضا، وكان هناك أيضا حروب مع روسيا حتى يومنا الحالي. مهم. فالآن يعني أفتح الباب لأخونا عبد الغني كي يكمل إن شاء الله يعني طيب. الطرح التاريخي وأيضا الطرح الحالي إن شاء الله. يعني لو تسألوا عن أحوال المسلمين سابقا في هذه البلاد وحاليا، يعني هذا هو أهم شيء، لأنه الحلقة اسمها أحوال المسلمين في تركستان الشرقية. لو تسألوا، هذا سؤال مهم جدا، ويعني خذ راحتك. يعني أحوال طيب. المسلمين سابقا والآن، وكيف تطورت هذه المسألة وصارت بهذا الشكل الذي نراه الآن من مطاردة وملاحقة واضطهاد. Assalamu alaikum, brother Abdul Ghani. Can you tell us about the situation of Muslims in the Uyghur Muslim in Turkestan, East Turkestan, how it was in past and how it is right now?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, brother Mustafa and Muhammad. May Allah reward you. And East Turkestan is located eastern part of Turkestan. It was we had many independent countries like we ruled in Islamic law, but like in 1949, the Liberation Army invaded East Turkestan, and from that day, the East Turkestan be a province of the part of China, and after that, the Chinese government changed its name into Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China, but it was an independent country before. مهم. كانت دولة مستقلة، احتلتها يعني كما قلت من قبل، يعني بدأ الاحتلال في 1864 أو كما أذكر، فحدثت انقلابات متعددة إلى 1949 احتلتها الصين مرة أخرى، فاحتلت إقليم تشينشان، أسمته بتشينشان يعني محافظة الجديدة، وهو محافظة التي كان يقطن بها إخوتنا الأويغور. نعم. Yes. For example, we East Turkestan Muslim, we are Sunni, to be honest, follow the Hanafi section. For example, after the Chinese occupation of East Turkestan has systematically genocide the Uyghur Muslim, attacking the religion and the culture and language. Whenever, for example, as you know, after 11 September, that was a very good opportunity for China's government to kill, kidnap, torture. And before 11 September, the Chinese government killed the Uyghurs under name so-called nationalism or something like this. Because we don't want to be, separate from the China. We want our country, East Turkestan, want to re-establish back because the Chinese occupied our country. الحكومة الصينية يعني احتلت بلادنا وقتلت أبنائنا، فلا زلنا نحاول الاستقلال عن الصين. هذه من جهة. من جهة عقيدة أو مذهب الإخوان الأويغور هو الحنفي سنة، وكانت الحكومة الصينية بدأت يعني مجازرها منذ مئات السنين من قبل، خصوصا يعني دشنت هذه المجازر بعنوان الوطنية أو القومية، وبعد ذلك بعد 11 سبتمبر وجدت الفرصة مؤهلة والأرضية مثبتة خصبة لمزيد من المجازر تحت عنوان الحرب على الإرهاب كما كان أعلن بوش. Yes. And for example, whenever I read about our brothers in Palestine, in Syria, for example, Rohingya, my heart is very sad. But whenever we are, searching the news or Google something like this, actually the Muslim world less interest about the East Turkestan issue. But here today, with this opportunity, I would like to say, my Muslim brothers, sisters around the world, we are the Turkestan Muslim, East Turkestan Muslim. We are part of Muslim Ummah. If you today not care of Muslim in East Turkestan will be second Al-Andalus. Today, our Muslim brothers and sisters always talking about Al-Andalus, that one, you're talking a lot. But today, East Turkestan becoming second Al-Andalus, because in East Turkestan, we don't have the right to learn Islam. If anyone who want to learn Islam, Quran, or something like this, the Chinese government immediately labels them as terrorists and separatists, takes them in jail. And Muslim women not allowed to take a hijab, even also niqab, That's why I would like to say, my Muslim brothers, we are Muslim brothers in Islam. Allah said in the Quran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. But we are Muslim brothers. Whenever the East Turkestan issue come to Muslim world, why Muslim world so silent? I ask many times the Muslim sheikh, and I ask Da'i, everyone else, write some email, letters, say some, please, at least talk in khutbah, at least write in articles. But I didn't, until now, did get nothing. نعم. هو يقول يعني كل يعني كما إنما المؤمنون إخوة،
فيرى هناك تجاهلا كبيرا من طرف المسلمين حول العالم لقضية صحيح. تركستان الشرقية. يعني هو يتابع أخبار سوريا، يتابع أخبار فلسطين، أخبار العراق، ويتألم جدا لمصير المسلمين. وعندما يلتفت إلى المسلمين يجدهم يتكلمون عن الأندلس وضياع الأندلس ولطميات هنا وهناك من دون أي شيء. وهناك أندلس شرقية وهي تركستان الشرقية تنتزع منهم، وهم في غفلة تامة يبكون على الماضي بينما الحاضر يضيع من أيديهم. فتكلم أن المسلمون في تركستان الشرقية لا يستطيعون الكتابة ولا القراءة، يعني قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية وأحاديث التفاسير وإلى ما ذلك. كل من ضبط أنه يقوم بهذا الشيء يوصم بالإرهاب ويتم تحويله إلى معتقلات متعددة. هناك متلقات يعني معسكرات أو مخيمات التلقين، هناك مخيمات التعذيب وما إلى ذلك، كل حسب طبقته. وقال بأن النقاب والحجاب ممنوعان تماما، محظوران. فما اللحية أيضا أن يطيل الشخص من لحيته أو أن يعملها على الأقل، فكذلك يوصم بالإرهاب. فيدعو المسلمين أجمعهم لأن يهتموا أكثر بإخوانهم المسلمين سواء في تركستان الشرقية وهذه الدول الشرقية المنسية. صحيح. وأنا قبل أن يكمل، أنا شخصيا تلقيت رسائل، مش رسالة، إنه أنت يا أخي ليش رايح لتركستان وليش رايح لطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وسايب العرب والشؤون العربية. فأنا قلت يعني المأساة السورية والأحوال المسلمين في الدول العربية أو حتى في ماينمار أو في غيرها من الدول، هناك تركيز من وسائل الإعلام والجمعيات الإسلامية والجماعات وغيرها على هذا الموضوع. لكن قضية فعلا تركستان، وهذه يعني فعلا عليها خطوط كبيرة جدا من التساؤلات، لماذا لا يهتم بها الإعلام والخطباء؟ يعني الخطباء أحيانا يتحدثون عن المجازر الموجودة في ماينمار، وهذا حق وهذا واجب، يعني إحنا يجب علينا أن نبرز هذه القضايا. لكن هذه الأقلية المنسية أنا شخصيا أعترف بالتقصير الإعلامي الكامل من الجميع، ليس مني أنا فقط، حول هذه المنطقة المنسية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يعني يفرج هذه الأزمة. يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث بصفة الأمة، لكن أقول أن قلوب الأحرار من المسلمين معهم، ويجب أن تبلغ الأخ هذا الكلام يعني وتكون الرسالة واضحة. أريد أن أضيف شيئا، يعني كما قال الأخ، وأنه من 1949 يعني من زمن احتلال فلسطين إلى يومنا هذا ما زالت محتلة. يعني هناك تسليط كبير على قضية فلسطين. مثلا حتى للأسف يعني هناك نظرة أو فكرة عند العرب هو أنه شهداء فلسطين أو شهداء يعني كل مدينة من فلسطين هو قدرهم أو ميزتهم ليست تضاهي شهداء الموصل أو شهداء العراق أو شهداء سوريا وما إلى ذلك. فيجب أن يعني تسطر هذا الأمر ويعالج. يعني دم المسلم واحد، لا ليس هناك فرق ما بين مسلم في الشام ومسلم في فلسطين ومسلم في تركستان. هو مسلم واحد، يجب علينا الدفاع عنه بأكمله. طيب أكمل معه، خليه يكمل لنا القصة. he said that also it was a lot of he got a lot of messages from several people says that asking him that why you are talking about Kazakhstan and Turkestan and Dagestan countries, whether we have Arab countries. But he answered them. He told them that the Arab countries, the Palestine, Syria, or Iraq, there is a lot of media that they are speaking about them, but there is no concentration or there is no any information or any caring to other people like Turkestan. They are also Muslims, but unfortunately they are not talking about them due to political issues. You know, China is controlling most of the countries and most of sponsorship, so they have influences on those media. No one can speak. So
he is very sorry about this situation, and he said that the free world Muslims they are supporting East Turkestan ideology and their defense to getting the independence, inshallah. Yes, you are right, brother. We are one ummah. We are one ummah. It Alhamdulillah. doesn't matter Turkish or Arabs or whatever. We are one ummah. We have one Qibla. We have one Allah. We have Alhamdulillah. one goal. Brother, can you tell us about the refugees in Malaysia, Thailand, and in Turkey? When I searched, as the information I got from our representative over there, journalism, we have 2,500 Uyghur in Turkey. In the presence of Malaysia and Vietnam and Thailand, we have 6,000 Uyghur in Turkey. If you can just tell us about those Uyghur brothers and their situations over there. You know, the recent years, the China's government like increased extent their its repressive policy in East Turkestan. For that reason, and Muslim, I mean, we don't have any take a right to live in East Turkestan. So many Muslim brothers and sisters at first they think like in Malaysia, like in Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, they are Muslim countries. At least we can practice our Islam and we can learn Islam. Whenever they went there, the so-called Muslim countries, they captured the Uyghurs because of demand of the Chinese government. And then many of Uyghurs today, Uyghurs hand over to Chinese government. Some of them still in Malaysia and Thailand, and also some other countries in jail. So right now we have many problems in East Turkestan, also in abroad. And for example, like Saudi Arabia, like in Dubai and Egypt, even Egypt, for Egypt is, the heart of knowledge. For example, Egypt, we have a respected scholar, but like in Egypt right now is like on a hell, like a jail for the Uyghur Muslim in Egypt right now. We have very bad situation. Even Mustafa brother, he told me when he told me first time, he told me Turkestan, I got in my intention the two Uyghur Muslims that they were prisoners by the authority of Egypt. So I'm going to translate these informations to our brothers. يعني أنا كنت تكلمت معه، قلت له يعني هناك العديد من اللاجئين الأيغور بسبب القمع الشديد للمسلمين الأيغور من لدن الحكومة الصينية، هاجر أو خرج لجأ العديد الآلاف من المسلمين خارج البلاد. يعني أنا أتكلم عن لدينا في 1949 50 مليون، والآن لدينا 11 مليون في المنطقة. يعني 40 مليون. أنت تقول إنه الآن عددهم 12 مليون وكانوا كم 50 مليون. لا إله إلا الله. هذا يعني هذا فقط للجمهور. يعني تخيلوا أنه يفترض أصلا أنه العدد يزيد وليس لا يكون أقل. تخيلوا من 50 مليون إلى كم؟ 12 مليون 11 مليون 11. يعني للأسف الشديد، وهذه اللفظة يعني هذا يهدد هذه الأقلية المسلمة بالانقراض. يعني هذه محاولة من السلطات الصينية لقطع نسل هذه الأقلية المسلمة في هذه المنطقة. ولا إله إلا الله، سبحان الله. تفضل كمل أخونا. فأنا تكلمت معه، قلت له هناك 2500 أيغوري موجودين في سجون ماليزيا وفيتنام وتايلاند، وهناك أيضا 6000 أيغوري تركي. بالمناسبة كنا نظمنا من قبل يعني حملة إغاثية للأيغور في سجون ماليزيا، كانت في رمضان. فتكلمت مع هؤلاء المسلمين وكيف هي حالاتهم وأمورهم، فذكر أن العديد من المسلمين هاجروا إلى الدول الشرقية، يعني شرق آسيا، منها كازاخستان، أوزبكستان وباكستان إلى ما ذلك. وأيضا لماذا هم في سجون ماليزيا؟ لأن هناك اتفاقية ما بين هؤلاء الدول يعني تايلاند وبورما
وفيتنام. هذه الدول التي تحيط ما بينها هناك رابطة تجمعهما، هناك يعني تجمع ينسق فيما بينهما، فمفروض عليهم أن لا يتدخلوا فيما بينهم، ومفروض عليهم أن أي مطرود من دولة أو لاجئ يجب أن يسلم إلى البلد الذي هرب منه. فهناك فعلا مسلمون أويغور تم تسليمهم من تايلاند وماليزيا وفيتنام إندونيسيا، وتم قتل العديد منهم، عديد قسم كبير منهم لا يسمع عنه أي شيء لحد يومنا هذا، وهناك قسم ضئيل جدا، هذا قسم نعلم أنه لا زال في السجون. هذه من جهة أخرى هناك يعني العديد من الأويغور موجودين في أوروبا، وأخيرا مصر. يعني قال الجو في مصر والأحوال في مصر سيئة جدا بسبب أن هناك العديد، يعني أصبح الأويغور في مصر مطاردون، يعني ليس لديهم حياة آمنة أبدا في مصر. صحيح. حصل هذا في الأقل من عام تقريبا، كان هناك تسليم القبض على أسر ونساء وأطفال. طبعا يا شباب يعني نحن لا نعرض الصور كاملة، في صور لنساء تقوم الشرطة، هذه الشرطة التي تسيطر على هذه المنطقة، بجرهن ويعني فعل أشياء قبيحة جدا. يعني نحن نعرض فقط المساجد وصور المصلين، لكن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. الأخ يقول لماذا خرجوا ولجأوا من هذه البلاد أو هربوا من هذه المنطقة إلى الدول الأخرى؟ هذا سؤال من الأسئلة الآن. بس دع الأخ يكمل وإن شاء الله نطرح هذا السؤال، بس عايزين باقي القصة باختصار يعني. إن شاء الله. طيب. Yes, brother, you can continue. For example, like to be honest, many our Muslim brothers, like in Egypt, Saudi Arabia, like some other Arab countries, Muslim countries, I know that they have internal problem. Yes. They have many enemies around of them, but at least we have free media, we have social media, for example. You know, your Yes. government is busy with the diplomatic relationship with China, to business, everything else. I'm not talking about the government, but at least we are one ummah. You have Facebook, you have Twitter, you have YouTube. Just care about the Muslims, not only East Turkestan. You can care about Muslim like Rohingya, like Kashmir, like Moro, for example, like Chechnya. Yes. For example, we have many problems. I mean, we are Muslim youth. We must be like, we must use our rule, for example, to help each other. We are one ummah. For example, like the Uyghurs, we are the East Turkestan people, children of Imam Bukhari. We are Yes. children of Abdullah ibn Mubarak. You know that? Before, Yes. we had great school in Islam. But today, if you look at Muslims in Turkestan, in East Turkestan especially, you don't have a proper mosque to study Islam, because the Chinese government control all of them. Yes, sometimes Chinese propaganda machine said, oh, we have like a mosque, we have schools, the Uyghurs can learn. Yes, we have one of two, just institute, that institute only working for China's communist ideology, to brainwash the Muslim. It's communist ideology. That's why like whenever East Turkestan Muslim students come to like African countries, like Middle East, please help them to study Islam, because we want to keep our identity. We want to continue our Islamic identity. هو يقول يعني أن المسلمون هناك مسلمون في السعودية والخليج ودول عديدة يجب أن يعني طبعا لديهم مشاكلهم الخاصة، لكن مع التوازي من ذلك يجب أن يهتموا أيضا بالمسلمين، أن يعني لا ينسوهم أو يعني يهتموا بهم، خصوصا مثلا إخواننا في تركستان هم أبناء عبد الله بن مبارك، وهم أبناء يعني أبناء البخاري رضي الله عنه. فهناك تجاهل كبير من لدن المسلمين. صحيح. So can you tell us, for example, right now the hundreds of Muslims, they are following the live show. So can you tell us how our brothers can
help us or can help the Uyghur brothers around the world? What do you suggest? Or I know that anyone can be creative in his For example, by his. yes, for example, brother Muhammad, we have known each other more than 4 years, right, brother? For Yes, example, yes, yes, you did a lot for Muslim Ummah around the world, for example. Yes, our government, they are busy with their business with China. They are busy with Yes. diplomatic relationship with China. But we have one God, inshallah. I mean, we have the the Muslim Ummah. We are very strong. I mean, for example, like the Muslim, like we can help, for example, write articles and use social media, Facebook, YouTube, Twitter. For example, today it something happened in Egypt, and I will just translate in Uyghur language. If something happened in Turkestan, you can translate in Arabic language and just post Facebook, YouTube, Twitter, something like this, and we can understand the Muslim condition each other. Any help, for example, we can ready to help. I mean, like for any happens Yes. in Morocco, anything happen in Egypt, anything happen in Turkestan, just like a language is a bridge, and we can understand each other. We can close together, and we can be Inshallah. united together. And that Inshallah. our Muslim brothers sisters, for example, like a search and research about a closer, I mean, like monitoring the problems in Turkestan, and I mean, like write articles, write books, and talk a khutbah, and for example, talk to the neighbors, friends, classmates, something like this. يعني. We can help each other, brother. سألت يعني هناك العديد من الإخوة المتابعين لنا في هذا التسجيل يتابعون لقاءنا حول تركستان الشرقية، ف بماذا بإمكانه المساعدة أو يعني إخراج إخواننا الأيغور من مشاكلهم وإيصالهم إلى بر الحرية أو على الأقل مساعدتهم في تجاوز محنتهم. فذكر أن بإمكان أي شخص أن ينطلق من نفسه. بماذا؟ عبر البحث عن الأخبار أو ترجمة هذه الأخبار، عبر القيام بحملات توعية. مهمتنا بالأساس هي الوعي. حكومة الصين تحاول جاهدة يعني عبر مسلسلاتها المدبلجة أو عبر البروباغندا التي تنقلها في CCTV أو عبر قنوات عدة تقوم ببروباغندا خبيثة جدا، وهي تحاول أن تقول يعني نحن نهتم بالمسلمين ولدينا مساجد كثيرة وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة لا يوجد من هذا الشيء. صح. نعم، هناك أقلية أو هناك قومية تدعى الهوي. هذه القومية هم مسلمون، لكن مسلمون علمانيون، يعني موالون تماما لحكومة الصين في كل مكان. في كل مكان نعم. تجد فئة تبرر لهذا الاحتلال الصيني أو غيره وتدعي أنها على الإسلام، وهذه موجودة على فكرة في ميانمار أيضا. تذهب الكاميرات وتصور الناس يصلون ويتعبدون ويعيشون في أمن وأمان واستقرار، وهؤلاء هم الفئة المقربة من الحكومة الميانمارية المجرمة. وكذلك في الصين تقريبا متشابهة، نفس الفكرة. زي برضو بشار الأسد هناك فئة مقربة منه أنصار النظام، وعندكم العياشة، وهكذا في كل مكان تجد نعم. المجموعة اللي هي الموالية. لكن في شخص، فلتكمل إن شاء الله، في شخص يقول يا أخي اتركوا هؤلاء الأقلية، دعهم تحت الاحتلال الصيني ولا ما الاحتلال الصيني، ولا تحرضوهم على الانفصال. وجودهم تحت الصين أفضل لهم بكثير. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني ممكن تسأل لنا الأخ، هل هم يفضلون البقاء تحت هذا الاحتلال الصيني أم الانفصال؟ يعني أنا طبعا أنا مع الانفصال، لكن خلينا نسمع رأيه. يعني هل هم أفضل حالا تحت هذا الاحتلال؟ كم عدد الذين قتلوا وما هي المآسي التي يعانون منها جراء هذا الاحتلال؟ Some guys says that it's better that they stay over there and live their life. It means that they can't deal with the government without asking for independence. So are those guys, or are, for example, there are some Uyghurs, might be minority, that they
I'm just suggesting that they are okay. We are not asking for independence. We will be a good citizens to China. Yes. How they live? Do you have any information about this? And Yes. what's your view about this situation? Ask him about they prefer to stay under China or independence, and what they get from this occupation like this. يعني اشرح له ان انا مش عارف اتكلم، اشرح له ايهما افضل حالا يعني. Yes, I Which one understand is the question. better, asking independence or living peace? I will ask this question. This is a very good question. Thank you very much, brother. This is a very good question. I will answer right now. Number one, Uzbekistan was an independent country. It has been occupied by communist China. I will ask you today, for example, the Israel occupied Palestine. Yes. Can you just compare? Can you just compare? For example, you know a lot about, for example, if you look at today, the Shia Iranian government right now, they are occupied some part of Iraq, for example, and Syria. Yes. Can you live with them? Can you live with them? That's my answer. No. Number one. Number two, for example, Uzbekistan, it was independent country. I say to you before, my dear brothers and sisters, we are Muslim. We are brothers and sisters in Islam. In the history, we didn't part of China, never be part of China, because China's occupied our country. Mm-hmm. And after that, China its name into Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. You never, for example, any invader want to occupy another country, at first they are attacking your iman. Yes. You are attacking your Islamic identity. So do you live with the kuffar, to be honest, for example? Do you live with assets, communist China, with together, every day attacking your mosques, every day attacking your Islamic identity? They are not allowed to, I mean, like the very hijab, and not allowed to grow a beard, not allowed to study Quran, and not allowed to practice your daily religion, and not allowed to learn your language. Do you live with them? Mm-hmm. For example? Mm-hmm. I will say to you. ترجم لنا. Little bit clearly, for example. Yes, Uzbekistan, it was part of two communist empire. One of them, Soviet Union, one of them China. At that time, we had strong army. At that time, our father said, we are two superpower. It's bad for Muslim. That's why we are surrender this arm to live with the Chinese government. And step for step. At the time, China granted us autonomy. But today, we don't have rights now. How possible? طيب خلينا نسمع ترجمة ما قاله، هذا مهم جدا يعني، أنا فهمت بعضه يعني. نعم. الأخ يقول أنه شكرا جزيلا على طرح مثل هذا السؤال. لنقارن فقط يعني مباشرة، لنقارن احتلال إسرائيل لفلسطين. ولديكم أنتم معلومات كثيرة عن احتلال إسرائيل لفلسطين، وكيف حال المسلمين المقيمين حاليا في الضفة الغربية، وكيف يعيشون وهم تحت الحكم الإسرائيلي يعني اليهودي، سواء في أراضي 67 48 وما إلى ذلك. يعني هل ترضى أن تعيش في هذه الأراضي؟ بإمكانك أن تجيب نفسك. أتكلم أيضا عن احتلال إيران للعراق وتهجيرهم للعراق ومص دمهم أو حرمانهم من الفلوس وبناتهم، اغتصاب بناتهم وقذفها في محلات الدعارة وكيف كما يسمونها المتعة وما إلى ذلك. فهل تفكر يعني أن تعيش في أرض كهذه؟ يعني هو يريد أن يقول إذا كان هؤلاء الشباب يطلبون منا أن نبقى تحت الاحتلال الصيني، فلماذا هؤلاء يعترضون على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أو الإيراني لبعض الدول الإسلامية؟ طيب اتركوهم يحتلوها. هل هذا هو رد على سؤال من يقول يعني ابقوا تحت هذا الاحتلال؟ يقول يعني مثلا ما دمت تتكلم هكذا بإمكانك أن تذهب إلى إسرائيل وأن تعيش يوما واحدا
كأي فلسطيني آخر وترى محنته. فعندما تتقابل مع هذه المحنة فستدرك يعني وحشية الاحتلال وقمعه الشرس للإسلام، سواء هجومي على العقيدة، هجومي على الإيمان، منعك من ممارسة أي شيء يمس الدين، ومنعك من قيام كل شيء. يعني هو تحدث عن منع الحجاب ومنع تربية اللحية ودراسة الإسلام والعبادات. كل هذا موجود الآن تحت الاحتلال الصيني، وهذا المدعو اللي موجود معنا في الشات يقول يا أخي خليهم يعني تحت الاحتلال. هذا فقط دعوة له إذا كان يقبل أن يعيش في بيئة كهذه. يعني يا أخي أمس كنا نشرنا خبرا عن تركستان الشرقية يقول إجبار المسلمين الأيغور على ضيافة الصينيين 14 يوم شهريا. فهناك مسؤولون أو مبعوثون من لدن الحكومة الصينية يرسلون إلى منازل الصين، منازل الأيغور، كل مسؤول أو كل مبعوث إلى عائلة محددة، فيبقى معهم 14 يوم. خلال هذه 14 يوم يعتمد مجموعة من السياسات القذرة جدا. يعني لديك سياسة الأولى هي سياسة المساعدة، يعني يوهمهم أنه يساعدهم، وتشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين هؤلاء المبعوثون من لدن الحكومة الأطفال على تأدية واجباتهم الدراسية المنزلية. في نقطة ذكرها أنت أعتقد أو لسه ما قلتها، هي مسألة أنه تركستان أو هذا الإقليم لم يكن يوما جزءا من الصين، هو محتل. يعني هو كان سابقا ليس جزءا، ليس تحت الحكم الصيني. أريد بس أذكرك بهذا يعني. نعم أنا قادم لتلك النقطة. أنتهي فقط من هذه النقطة، إجبار العائلات على استضافة المسؤولين الحكوميين. فهؤلاء المسؤولين الحكوميين يعني يشهدون على جميع ما تعيشه في البيت، لأنهم يعيشون معك، فيمنعونك من الأذكار، يمنعونك من الصلاة، حتى أنه وصلت المأساة إلى منع النساء المسلمات من ارتداء حجابهن في منازلهن. يعني القذارة وصلت إلى هنا. رجوعا إلى الموضوع الذي قاله الأخ، فنعم استقلت، يعني هي كانت دولة مستقلة في الأول واحتلت واستقلت مرتين. يعني حدثت ثورات كثيرة واستقلت مرتين تماما، يعني بقيت مستقلة من دون أي احتلال. وبعد ذلك أتى الاحتلال الروسي والصيني مرة واحدة، عندها كانت 1949 فأصبحت من لدن الصين، تبع الصين. طيب تفضل. For example, I will give that the brother who asked the question very good example. Last year, July, the Egyptian government arrested 100 Uyghur students. Because they are Al-Azhar University students. They came to Egypt permission of Egyptian government. The Chinese government lied and sent some false document to Egyptian government and ordered to them to arrest. Egyptian government arrested them and later sent 22 Uyghurs into East Turkestan in China. Right now, 3 Uyghur students already died in the prison. I mean, you know, because of Egyptian government help, the Chinese government wanted to invest $1 million to New Cairo project. Yeah, brothers and sisters in Islam, where is our iman? Where is our iman, brother? The Talibul Ilm come to your country, study Islam, and Shaykh becomes silent, Da'i becomes silent. And I will ask you, brother, I don't want to blame my Muslim brothers and sisters because they don't know anything about East Turkestan. But I will recommend some respected scholars in the Muslim world, like Muhammad Musa Sharif, Ustaz Muhammad Musa Sharif, Raghib Sarjani, Akram Hijazi, Ahmed Izzat Ordone. They are wrote many books, have been wrote many books about Turkestan, many articles about East Turkestan. If you read, if you Google, search it, you can find it. I mean, a clear and a brief introduction about the Muslim situation in East Turkestan. نعم، هو ذكر أن يعني مثال صغير
بخصوص هذا جوابا على السؤال الذي طرحه الأخ، وهو أن المسلمين طلبة الأوغوريين ذهبوا إلى مصر لتعلم الدراسة، وأخذوا يعني الإذن من لدن الحكومة المصرية. وعندما طرحت الحكومة الصينية أسبابا واهية لإرجاع هؤلاء الطلبة قسرا إلى الصين ومحاكمتهم بتهمة أنهم يأخذون تعليما شرعيا. حدث هذا في الأزهر. نعم، فكان المقابل له استثمارا كبيرا للحكومة الصينية في مصر في مطار القاهرة الجديدة. صحيح. نعم صحيح حصل هذا اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية على تطوير بعض المنشآت منها مطار القاهرة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية أمنية لتسليم المطلوبين للصين. وذكر أنهم كلهم الآن توفوا في السجون بسبب كثرة التعذيب والهجوم الوحشي الذي يتعرضونه هناك في مصر. نعم. أود أن أضيف أيضا أن العديد من الإخوة التركستانيين الموجودين هنا في تركيا وصلتني شكايات من لدنهم يعني بخصوص هذا الموضوع. أغلبيتهم يدرسون العلم الشرعي أو الإلهيات كما هو الأمر في تركيا. فهم بداية عندما أتوا إلى تركيا أتوا بمنحة من لدن الحكومة التركية. فعندما حصل هذا الأمر كيف بدأ عن طريق المخابرات الصينية، عندما هاتفت وأرسلت رسائل برقيات إلى هؤلاء الطلبة تتوعدهم إذا استمروا في دراسة هذا يعني التخصص. فما كان من الطلبة يعني كثير منهم إلا أن غيروا التخصص إلى تخصصات أخرى، هندسة، أي شيء من دون تعلم الشرعي. فحرموا هؤلاء الطلبة كلهم من يعني المنحة. في يعني تركيا في تركيا هذا الكلام؟ نعم في تركيا هذا الكلام. غريب. فحرموا من المنحة. يعني تكلمنا مع وزارة التعليم تركيا ما إن كانت يعني شرحنا لها الموضوع أنه الموضوع كذا وكذا وكذا، يعني نريد منكم مساعدة أن طلبة يغيرون التخصص وتبقى لهم المنحة كما هي. فكان للأسف الرفض لهذا الطلب، وللأسف المسلمون لا زالوا لحد الآن يعني الأيغور لا زالوا لحد الآن يعانون من هذا الموضوع. من جهة أخرى يعني كانت هناك مطالبات من حكومة تركيا أن يرجعوا إلى بلادهم، وكانت هناك استفزازات خبيثة جدا. من بين هذه الاستفزازات كانوا يعني الأم تأخذ يعني يجبرونها أن تصور فيديو وترسله إلى ابنتها أو ابنها الذي يدرس في الخارج ويدرس خصوصا التعليم الشرعي. كانت ترسل فيديو تستغيث فيه أن يعود ابنها، فإن عاد وإن خدع كانت الشرطة أو يعني الصينية في الانتظار في المطار فتأخذهم مباشرة على السجن. لذلك أكثرية يعني اللاجئين أو يعني المهجرين من بلدانهم أو الطلبة يتزوجون مباشرة ويحاولون أن يعيشوا حياتهم هنا. يعني لا يستطيعون حتى العودة ومقابلة عائلاتهم. يعني مباشرة أنت خرجت من البلاد فيجب عليك أن تنسى كل ذلك. وهذا فعلا أمر صعب جدا، يعني أن تترك العائلة وتترك كل شيء يعني تحارب تدفع به هكذا هباء للأسف. طيب هل ذكر أشياء والخارج يعذبون وسبحان الله يعني كارثي. هو تحدث أيضا على ما أعتقد أنه هناك بعض الكتب ألفت من بعض المشايخ. ذكر أن هناك مشايخ يتكلمون عن تركستان الشرقية بكثرة، يعني لديهم معلومات كثيرة ولديهم كتب كثيرة عن هذا الموضوع، من بينهم محمد موسى الشريف والسرجاني راغب السرجاني
تكلم عن أسماء أخرى نسيتها الآن. طيب هناك بعض الناس يقولون هل هم يعني يستطيع يعني من ناحية القدرة، اسألهم من ناحية القدرة هل فعلا هناك إمكانية للانفصال، أم أن الحكومة الصينية بقوة تستطيع أن تفرض هذا الذي يحدث الآن؟ خصوصا أنت تقول يعني كانوا عددهم 50 مليون صاروا الآن 11 مليون، هذا دليل أن الحكومة تسيطر على الأوضاع بشكل كامل. هل هناك نعم. يعني شيء من يعني هل هناك مثلا مقدرة على الانفصال، أم أن الانفصال فقط مجرد يعني أمنية، لكن الله أعلم متى تنفذ يعني؟ Brother, he's asking, he says that is there any hope or any possibility to get the independence, or it is so much hard because Turkish or the Chinese government took control of all of the East Turkestan, so it is very, very hard, almost impossible to get the independence? Yes, very good question, the brother. You know, we have in Islam, we have plenty history. Muhammad Rasulullah, he is alone, but he liberated all around the world, for example. Yes. And for Salahuddin Ayyubi, at that time the Crusaders attacked everywhere. Yes. He was alone. Yes. But you know, he conquered Jerusalem, for example. Yes. Like Fatimiyun at that time, you know, he killed many Muslims. Yes. But we are Muslim Ummah. If we still have hope, inshallah, we can get liberate our independence. Inshallah, biiznillah ta'ala, inshallah, help of our Muslim brothers and sisters around the world, inshallah. إن شاء الله. هو قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فتح العالم بأكمله، وكان هو لوحده. نعم، كان مع الصحابة عليه السلام، لكنه يعني استطاع بقدرة الله وبفضل الله أن يفتح بلادا كثيرة. صلاح الدين الأيوبي أيضا نفس الشيء، يعني استطاع أن يدحر الصليبيين ويدحر يعني الشيعة ويحرر فلسطين. فلذلك إذا اتحدنا في الاتحاد قوة، إذا اتحدنا ورفعنا من درجة الوعي للمسلمين حول قضية تركستان الشرقية، وعلى الأقل يعني في كل دولة هناك تركستانيين وهناك طلبة أجانب، فإذا اهتممنا بهؤلاء الطلبة الأجانب سواء اهتماما شرعيا، اهتماما ماديا، معنويا وما إلى ذلك، فبإمكاننا أن نشعرهم أننا نعم إخوة واحدين، وبإمكاننا أن يعني نتبادل هذه المساعدة، سواء هم يساعدوننا نحن نساعدهم. الحمد لله نحن نخدم إسلام واحد، فنحن كلنا مسلمون. صحيح. يجب علينا أن نتكاتف لنصرة هذا الإسلام، ولا أن نتكل على الآخر وما إلى ذلك. صحيح. وهذه إجابة رائعة فضلا، يعني فعلا الإصرار على أن هذه البلاد هي بلاد المسلمين، والإصرار على أن هذه البقعة هي بقعة إسلامية، بل الإصرار على أنه كل هذه البقاع تكون إسلامية، هو جزء أصيل، لا أقول فقط من يعني أمنيات المسلمين، بل اعتقادهم إن شاء الله في المستقبل أن هذا النصر والتمكين سيكون للإسلام والمسلمين، ونحن نأمل ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في ذلك. ونأمل أيضا أنه جميع الناس كلها تهتم بقضايا المسلمين. أنا لا أقول فقط تركستان أو أوزبكستان أو كذا أو كذا، لا، إذا كان فعلا المسلم على عقيدة سليمة ولديه معرفة بأحوال إخوان المسلمين هنا وهناك. أيضا هناك رسالة لكل من يتابعنا في هذا البث أو في الحلقة المسجلة: أحسنوا إلى إخوانكم الذين لجأوا إلى بلادكم من كل مكان. أي أخ موجود في بلدك ابحث عنه، لا فقط لا تحسن إليه إذا قابلته، ابحث أين هم، أين الجالية الأسيوية من المسلمين في مصر، في كل مكان. من المدارس. أنا لأنه نعم. في مصر يا إخواني، أنا مصري،
أنا كنت أسكن، طبعا الحمد لله أنا ليس هذا مكان سكن الآن، بالقرب من المنطقة التي يسكن فيها الإخوة من الشيشان ومن الأويغور وتركستان يعني، ومن إندونيسيا ومن غيرها. هؤلاء يعيشون ظروفا قاسية تحت هذا الحكم الحالي. يعني أي امرأة أو شاب يخرج بأسرته أو كذا يتعرض لمضايقات شديدة، وربما يأخذ إلى السجن ويخرج بالكاد بعد أن يعني الناس تتحدث عنه، فيعاملون معاملة قاسية. فحاولوا أن تبحثوا عنهم وأن تساعدوهم وأن تضغطوا على هذه الحكومات أن تعاملهم يعني كآدميين على الأقل. تفضل أخونا الكريم. هو كان يريد أن يضيف شيء. For example, Yes. like Imam Izzat ibn Abdul Salam, you know it. Yes. Enemy so strong, but he stood up. Sheikh Baybar, enemy so strong, he stood up. Ibn Taymiyyah stood up, for example, brother. We Yes. just do our part, brother. We are on the sake of Allah. Yes. Leave the victory to Allah. Victory Yes. is hand of Allah. Allah We do bless you. only our part, brother, our part. الله رجل الله بلس يو. هو قال يعني أنتم تعرفون العز بن عبد السلام وتعرفون ابن تيمية كانوا لوحدهم وحاربوا يعني الظلم وحاربوا الطغيان وقالوا كلمة الحق دائما، كانوا دائما مع الحق، فتمسكوا بحبل الله، لا تنفصلوا عنه. يعني دعوا يعني النصرة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينصرنا إن شاء الله، لكن على الأقل أنتم ابدأوا بالأسباب والكمال من عند الله إن شاء الله. طيب هو عندي سؤال مهم جدا فيما يتعلق بهذا نعم. الخصوص، خصوصا أن الأخ الكريم يتحدث. ما هي الدول أو المدن أو المناطق المشهورة التي يتمركز فيها هؤلاء خارج البلاد؟ يعني أين هذه المدن والدول التي يتمركزون فيها، بحيث أنه الذي يريد أن يبحث عنهم يستطيع أن يبحث أين يتمركزون أكثر الجاليات من إخواننا تركستان الشرقية، لأنه في تركستان أخرى. أين يتمركزون، في أي دول وفي أي مناطق إذا كان يستطيع أن يذكرهم؟ هو بالنسبة لتركستان الشرقية وتركستان الغربية، هي تركستان، هي الحقيقة تركستان، لكن منطقة احتلت قبل منطقة أخرى. لذلك مثل ما نقول أراضي 48 وأراضي 67. أين تركستان الغربية؟ ما اسمها الآن؟ تحتها مباشرة. تحتها؟ أسفل منها. نعم. أسفل منها يعني. نعم أسفل منها. طبعا تم تغيير الاسم وتغيير كل شيء، تغيير كل الهوية طبعاً. وكل شيء يعني. طبعا. طيب. لكن شمالها كان لديه ثروات كبيرة وكان لديه كثافة سكانية كبيرة، لذلك بقيت في الاسم. يعني دائما عندما نتكلم عن تركستان الشرقية. تمام. أنا سأطرح على الجواب، وإذا كان لديه جواب أكثر تفصيلا إن شاء الله يجيبنا به. تفضل. He just told me that asked me where are the most capacity of refugees around the world, which countries, and then he said that they are came from Turkestan, East Turkestan. Then I explained to him that before it was only Turkestan, then it was separated to West Turkestan and East Turkestan, and since the fresh one or the recently occupied one is the East Turkestan, or trying to be occupied. So we are talking about East Turkestan to trying to save it, because Yes. West Turkestan is already occupied. Already independent. Yeah. Yes. If you can just explain it more. For example, like actually the Turkestan, the Prophet ﷺ said the Turkestan, the Turk, for example, land of Turks, called the Turkestan. Turkestan, it was one Turkestan, but step for step the Chinese and the Russians conspiracy and divided Turkestan like Kazakhstan, divided Turkestan like West Turkestan and East Turkestan. If you look at history in the in Jazirah al-Arab, for example, Najd, Hijaz, and Sham. But today, if you look like Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, for example, many countries. So, 18th centuries and 19th, the Russians
divided Russian and Chinese divided Turkestan two parts, West Turkestan and East Turkestan. At first, the terrorist Russians occupied West Turkestan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. But West Turkestan, they got the independence 1990. But East Turkestan has been occupied by Communist China since 1949 until now. Still China's occupation. West Turkestan is independent. Yes, West Turkestan, like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, all call it West Turkestan. You know, brother, for example, like, actually, Prophet ﷺ said, Turk, right? In Hadith, for example. Yes, Turk. yes. Turk, I will talk later, inshallah, this things, inshallah, next time. Inshallah. But Turkestan means land of Turk people. Yes. 19th century, the Russians, you know, they are enemy of Turk people. That's why at first they planned with the Chinese and said divided Turkestan two parts, West Turkestan and East Turkestan. West Turkestan today called Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, all this area called West Turkestan. West Turkestan had been occupied Communist China, had been occupied by Russia. Yes. But they got their independence 1990 after collapse of Soviet Union. But East Turkestan 1949, since 1949 under China's occupation, still now we are struggling, we are fighting for our want to reestablish. Yes. Brother, let me clear. We don't want to separate China. Reestablish. We want to get back our East Turkestan, our country. Our Islamic East Turkestan. Yes, inshallah. Want to get back from the China. But just want to ask you about the Tibetan. What are their situations? Tibet, right? Yes. That's, to be honest, Chinese has been occupied East Turkestan 1949. After 10 years, the Chinese invaded Tibet, 1959. I see. If you look at today, the Tibetan situation is very bad. And Tibetan lobby is very good, like Western Europe, and everyone knows that about Tibet. But their situation also very, very bad. But you know, because we are Muslim, nobody cares about it. Our situation is much worse than Tibet. Yes. Unfortunately, but he asked also which countries we have a lot of Uyghurs over there, because we are launching a campaign of caring about our brothers and trying to help them, give them the hand of help in all of the countries. So if you just can tell us which countries we have Uyghur refugees over there or Uyghur students. انت طرحت اسئله كثيره وهو رد عليك. احنا ما انا هجاوب عليها كلها. تفضل ماشي. بس خلينا نعرف بس الدول. In Turkey, brother, Turkey has the most refugees. Most refugees, the Uyghur refugees, they stay in Turkey's Zeytinburnu district and Safaki. I see. Thank you so much. أخوي تكلمنا عن تركيا الشرقية وتركستان الشرقية وتركستان الغربية. فتركستان الشرقية أخذتها روسيا، وهي كانت الدول الشرقية من بينها كازاخستان التي تكلمنا عنها. لا، أنت تتحدث عن الغربية. تركستان الغربية هي التي الغربية. نعم آسف. نعم، تركستان الغربية فهي ما تكلمنا عنها، يعني طاجكستان، قرغيزستان، كازاخستان، وهذه الدول التي أخذت استقلالها في 1990 ميلادية. أما تركستان الشرقية فكانت في يد الهند، بعدها يعني احتلتها في 1949، بعدها ب10 سنين احتلت الإقليم الذي أسفلها وهو إقليم التبت في 1959. فهذه من جهة. من جهة أخرى كان أيضا نتكلم عن المناطق التي يوجد فيها المسلمون حول العالم. فأكثر منطقة أو أكثر دولة يتواجدون فيها هي تركيا، في منطقة زيتين بورنو ومنطقة أخرى سفكوي أظن.
ففي هذه المناطق يتواجدون بكثرة. لديك أيضا مصر، لديك ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا وبنغلاديش، وأيضا الفلبين. هذه الدول الآسيوية. ذكرنا أيضا ماليزيا، ويعني في هذه المناطق ينتجون بكثرة يعني. نعم. طيب، هو تحدث عن أقل التبت أو شيء من هذا القبيل. نعم. هل ذكرت التبت. طيب. نعم، يعني أقلية تبت ذكر أنهم نعم يعانون من احتلال، لكن لديهم لوبي قوي موجود في أوروبا يدافع عنهم. وضعهم سيء، لكن بالنسبة لنا نحن الأيغور وضعنا أسوأ من وضعهم بسبب يعني ضعف الماكينة الإعلامية أو الجهاز الإعلامي لدينا، وعدم اهتمام المسلمين، يعني تجاهل المسلمين حولنا أو حول التعريف بنا. من أجل ذلك يعني هناك آلاف أو ملايين المسلمين يعانون ولا يزالون يعانون من دون أي مساعدة إليهم. أنا والله يعني الآن وأنا أقلب الخريطة، يعني دعني يعني المشاهد يرى، هذه هي تركستان الشرقية التي غيرت الصين اسمها وصارت بمسمى آخر، تشينشان تدعى المنطقة الجديدة. وأيضا تركستان الغربية، وهذه أيضا وقعت تحت الاحتلال، كازاخستان، قرغستان، أوزبكستان، تركمانستان. هذه المنطقة ربما وقع عليها ما وقع على دول الشرق الأوسط التي كانت كتلة واحدة، سوريا والعراق والكويت والأردن والضفة، تقسمت يعني، وهي ليست بأقل مساحة، هي مساحتها كبيرة جدا، ليست صغيرة كما يعتقد البعض. فيبدو أن هذا المنهج موجود في كل مكان، ولكن كل دولة تختلف. يعني الذي قسم هذه المنطقة هي الدول الغربية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها وإيطاليا، والذي قسم هذه هي الصين وروسيا وغيرها. فهم يعني يتقاسمون هذا التقسيم فيما بينهم، هذه المنطقة هذه المنطقة. وهناك أيضا ما حصل في أوروبا وفي أسبانيا وفي الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا. طيب، نحن سنفتح باب الأسئلة سريعا. الآن مرت ساعة. إن شاء الله سأفتح باب الأسئلة، ثم إن شاء الله نأخذ كلمة أخيرة من أخونا عبد الغني ثابت ننهي بها البث. فإن شاء الله يا إخواني باب الأسئلة مفتوح الآن. اللي عنده أسئلة في موضوع الحلقة يطرح علينا الأسئلة سريعا إن شاء الله، لأنه مرت ساعة بسرعة. نحن نتمنى أن نبقى أكثر من ذلك، ونحتاج أيضا ممكن نخصص حلقات أخرى للحديث بشكل أكبر عن بعض الأوضاع إذا سمح لنا الأخ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، هل هناك أسئلة إخواني الكرام؟ هل هناك أحد عنده أسئلة؟ طبعا على فكرة أنا أخذت معظم الأسئلة من الشات، يعني مش من عندي. نعم. الإخوة يطلبون حسابات تويتر أو فيسبوك لكم. إن شاء الله سننشر هذه الحسابات في وصف الفيديو أو في أسفل الفيديو إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة. طيب، خلينا نشوف الأسئلة. أحد الأسئلة، طبعا الأسئلة اللي أنا أقرأها الآن كلها إحنا أجبنا عليها. خلينا نشوف. مواجهة مسلحة مع الاحتلال الصيني. هل هناك أي مواجهات بين هناك يعني حزب موجود في تركستان الشرقية يسمى حزب الحزب التركستاني. يعني يقوم بعمليات نوعية ضد الاحتلال الصيني. وهو كان أرسل مقاتلين إلى سوريا يعني يقاتلون النظام السوري. هذه مسألة معروفة. لكن على المستوى الشعبي هل توجد فعلا يعني شعور عام بأنه يجب يعني، ولا خلاص الناس استسلمت لهذا الوضع؟ بتكلم على الناس يعني. هذا حزب في النهاية هو مجرد حزب صغير، يعني ليس هناك عمليات فردية، وهناك أيضا مرئيات لها.
لكن سأترك الكلمة لأخونا فهو أدرى. But they are asking that if there any operations militants against the occupation of Chinese in this Turkestan. Yes. For example, China always tell on lie. China always tell on lie. To be honest, yes, some people, for example, like Hizb al-Islami Turkestan, Turkestan Islamic Party, but Turkestan Islamic Party only operate in Afghanistan and Syria. But they didn't, as I know, they didn't involve any operation in East Turkestan. But some Uyghur guys, like a guerrilla, people like their parents, father, mother, and sister, brother, raped, killed, kidnapped by the Chinese government. And some individual people, they are defending themselves, fight against Chinese government. But Turkestan Islamic Party didn't involve any operation in East Turkestan, because the Chinese government just want to use this party to justify the crime in East Turkestan. I see. هو يقول أن هناك ندرة في عمليات الحزب الإسلامي التركستاني بالرغم من أنه يدعى تركستاني، إلى أنه أكثرية عملياته تكون في سوريا وفي أفغانستان. نعم، في سوريا وفي أفغانستان رأينا لهم حضور. نعم. أو في باكستان. فلذلك هناك أكثرية العمليات التي تكون هناك تكون من ناس مستقلين أو فرادى انتقاما لزوجته أو للإسلام أو ما إلى ذلك. يعني كما يحدث في مصر في الدول الأخرى التي تقع تحت البطش الأمني، يعني شخص تعرض للمشكلة وكذا. طب هل هناك أحد الإخوة يقول هل هناك حراك سياسي أو اجتماعي غير هذا الأمر ضد الصين؟ يعني في أشياء، في حراك اجتماعي وسياسي داخل أو خارج؟ في الاثنين، بس يعني هل هناك في الداخل مثلا حراك سياسي اجتماعي؟ A question says that is there any movement or activism toward the Uyghur brothers, even whether inside or outside of Turkestan? Yes, inside of East Turkestan we don't have any organization because China's government not allowed, for example. Yes. But outside we have some Uyghur organization. They are talking and they are highlighting the East Turkestan issue to the world. We have some organization in Turkey, in Germany, and the United States, even in Saudi Arabia. But now Saudi Arabia is close because a close relationship with the Chinese government. To be clear, the Turkestan Islamic Party, to be honest, I say it again, I don't blame that brothers, but to be honest, whenever something happened in East Turkestan, the Chinese government justify its crime to link, because some guys, because some brothers and sisters, parents and wife kidnapped, tortured by the Chinese government, and the brothers stood up and just defended themselves for their rights, but the Chinese government labels them, they have links with Turkestan Islamic Party. They have links with Turkestan Islamic Party because Turkestan Islamic Party terrorists, blah blah, something like this. But Turkestan Islamic Party ليس موجود in Turkestan. ليس موجود in Turkestan. تمام. هو يقول أن كما قال باللغة العربية، يعني الحزب التركستاني الإسلامي، الحزب الإسلامي التركستاني ليس موجودا في تركستان الشرقية. الحكومة الصينية تحاول أن تبرر يعني أفعالها القذرة هناك بسبب وجود هجومات من لدن هذا الحزب عليها وعلى جنودها، لكن أكثرية الأحداث التي تكون هناك تكون أحداثا فردية بسبب قمع هذه السلطة وقمع هذه الحكومة للمسلمين هناك. هذه من جهة أخرى يتكلم أيضا عن الحراك السياسي سواء داخل تركستان أو خارج تركستان. فبالنسبة للحراك السياسي داخل تركستان هناك شبه منعدم، أو لنقل منعدم تماما، لأنه لا يسمح لأي أحد من أن يدافع عن هذه الطائفة، ومن يدافع عنهم فهو منهم، يعني خرجوا على لوط من قرية. فهذه من
من جهة أخرى بالنسبة للحراك الخارجي، نعم هناك جمعيات كثر. مثلا لدينا في إسطنبول في تركيا 11 جمعية كلها تشتغل من أجل الإخوة التركستانيين. لدينا هناك في جمعيات في يعني ذكر مجموعة من الدول أوروبا، ذكر يعني دول كثيرة، ولكن خلال ذكره لهذه الدول ذكر السعودية، وما لبث أن سحبها لأن يعني العلاقة ما بين تركيا ما بين السعودية والصين علاقة قوية جدا، لدرجة أنه تم إغلاق جمعيات إغاثية هناك. صحيح. يعني جمعيات But we have some organization in Turkey. Some organization in Turkey. هو يعني يقصد انه الان الحراك الخارجي الان حسب ما فهمت، والعدد اللاجئين اكبر عدد لاجئين هو موجود في تركيا، والدول الاخرى التي كانت تساعدهم كالسعوديه سحبت هذه المساعده بسبب علاقاتها الاخيره القويه مع الصين، كما شاهدنا اتفاقيات تخطت ال 20 او 30 مليار دولار. هذا ما يقصد. نعم. طيب خلينا ناخذ سؤال آخر إن شاء الله. يا إخواني ركزوا على موضوع الحلقة، أرجو عدم التفرع في مناقشات، يعني هذا من باب الاستفادة. يقول أحد الشباب باسل طرشان: هل فعل أردوغان لهم شيئا؟ يعني هل هناك شيء فعله أردوغان حاليا أو سابقا؟ Brother he asks that is there anything that Erdogan did to the Ottoman to the Uyghur brothers or toward them to help them to get from this depressed situation? To be honest, I'm not talking. I don't want to talk about the personal of Recep Tayyip Erdogan. But for example, whenever the Uyghur refugees, as they are fled from East Turkestan to like Malaysia, Thailand, the Turkish government, the Turkish people helped them. The Turkish people helped the Uyghur people to settle in Turkey. So Turkish people helped them. May Allah reward them. آمين. هو قال أن الشعب التركي جزاهم الله خيرا يعني استضافوا إخواننا الأيغور في تركيا. لا أريد أن أشخصن الموضوع وأن أتكلم عن أردوغان أو أتكلم عن رئيس آخر، لكن نتكلم بشكل عام. الشعب التركي هناك علاقات ما بين الدول وهناك علاقات ما بين الشعوب، فالحمد لله الشعوب يعني تتعاون وتتضافر فيما بينها. وعلاقات الدول يعني إذا بحثنا سنجد أن نعم هناك إخوة أيضا كانوا اعتقلوا من لدن السلطات التركية لترحيلهم، وتم إبطال هذا القرار عبر تحركات المجتمع المدني أو تحركات هؤلاء الذئاب الرمادية الذين هم قوميون يدافعون عن القومية التركية. تحرك أيضا الجمعيات التركستانية لمنع هذه الإجراءات، وهي يعني كيف أقول يعني تحركات ذكية من لدن تركيا في نفس الوقت. نعم نحن نأخذ توصيات ونأخذ يعني طلبات، لكن في نفس الوقت بإمكان تطبيقها وبإمكان أن لا نطبقها. طيب طبعا إن شاء الله نأمل إنه تكون المعاملة بعيدا عن الحكومات. إنه أنا وجهت رسالتي سابقا للناس: يا إخواني الكرام ابحثوا عن هؤلاء إخوانكم من كل الجاليات، لا أتحدث فقط عن تركستان أو عن أي غيرها، أي جالية إسلامية في بلادكم، أو حتى لو أنت تسكن في الغرب في أوروبا أو غيرها، ابحثوا عن هؤلاء وساعدوهم وكونوا لهم يعني خير معين. يعني هذا شيء واجب علينا ويجب علينا أن نهتم به. طيب احنا نريد الآن كلمة أخيرة من أخونا الكريم، احنا أطلنا عليه ساعة الآن، ساعة وربع. نريد منه كلمة أخيرة نختم بها هذا البث، لو كان عنده نقطة يريد أن يطرحها قبل أن يقول كلمة الختام، أعطيه الفرصة يتكلم كما يشاء، وأنت سجل طبعا هذه وترجمها لنا إن شاء الله. أخي he says that he is asking your last words
and we are so sorry for extending that so much because it's already past 1 hour. So what will you say to our brothers that they are hearing us right now about whatever you want? No, say to sorry because no problem. I have time. My last word. I would like to say thanks to my Muslim brothers and sisters around the world and who is participating this conversation. And I would like to say my beloved Muslim scholars around the world, Imam, Shuyukh, please don't be kept silent. We are your Muslim brothers and sisters in Islam. If you today miss this opportunity, and you will be cry on the day of judgment in front of Allah, and you will be cry the second Al-Andalus. This is very, very, very bad condition. My brothers, my sisters, Shuyukh, don't be keep silence. Talk in your khutbah, in Islamic conference, write a book about Muslims in Uzbekistan. Jazakallah khairan. هو يقول يعني إخواني لا تبقوا صامتين. إذا سكتتم اليوم ستبقون غدا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويستغيث بإخوانهم المسلمين والشيوخ أن يتكلمون عن تركستان الشرقية أو حال إخوانهم في مختلف الدول، يعني أن يتكلمون عنها في كل اللقاءات، في مختلف اللقاءات، سواء في الخطب، سواء في محاضرات، حتى في مجالساتهم أو سمرهم يتكلمون، لا يملون من إحياء هذا الوعي ورفع هذه الوعي بخصوص إخوانهم في الدول هذه التي تعيش الوحشية والسلطنة. فجزاكم الله خيرا. جزاه الله خيرا. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا إن شاء الله زيارة هذه البلاد بعد أن تحرر من هذا الاحتلال الصيني وكل بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وعن إخواننا هناك وفي كل مكان في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان دون أن أنسى أي اسم. وأحد الشباب علق وقال إنه من أفضل الذين تكلموا عن هذه القضية هو الدكتور أكرم حجازي. أحد الإخوة يرشح للناس أن يبحثوا عن الدكتور أكرم حجازي، تكلم وكتب عن هذه القضية كثيرا، جزاه الله خيرا أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. يعني في النهاية أشكر أخونا الكريم عبد الغني ثابت على هذه الاستجابة ووجوده معنا ووقته الذي قضاه معنا. وأيضا نشكر الأستاذ محمد أيمن مدير عام مؤسسة أحوال المسلمين على هذه يعني هذه الاستضافة أيضا، فهو من استضاف أخونا الكريم. يعني نرجو من الجميع أن يقوموا بالدعاء. ادعوا لإخوانكم، يعني لا تتوقفوا عن الدعاء لهم، ادعوا لهم، ويعني حاولوا بقدر المستطاع أن تقفوا بجوارهم بكل الطرق وبكل الوسائل. جزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا أخونا الكريم محمد. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ماشي، طيب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة حسابات التواصل الاجتماعي للأخ محمد والأخ عبد الغني سأتركها في أسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.